المنتج الاخير بقى انا مستحي ان انا اوريه لكم. برضو يا اخي الشركات لما تشوف المشاكل فين وتشتغل عليها بيطلعوا حاجه جميله خالص. السلسله الاقرب لقلبكم وقلبي، مش عشان حاجه، بس الواحد دايما بيبقى داخل الحلقه دي على امل ان المنتجات الرخيصه هي اللي تكسب، عشان لو ده حصل اكيد كلنا هنوفر كتير. فانا جايب لكم في الحلقه دي منتجات غاليه ومنتجات رخيصه عشان نجاوب على السؤال اللي كلنا بندور على اجابته، هو الغالي ثمنه فيه ولا الرخيص معديه؟ يلا بينا. يلا. بس طبعا قبل ما نبدا لازم نحط اللي ربنا هيقدرنا عليه في حصاله المانجا وحصاله الخير، عشان ربنا يبارك لنا ويفتح علينا في الحلقه. ودي جايب لكم بقى شويه منتجات انا شخصيا بحبها. كمل زي ما انت، ما تصدقش كل حاجه تحس الصوت عندك زي الفل كده. انت سخنت وفقت معايا. نبدا التحدي. المنتج الاول تحدي الكورن فليكس. كنت بتزرقش بايه الصبح لما بتصحى وانت صغير؟ اسالنا انا بالنسبه لي كنت اصحى شويه شاي بلبن مع كام بقسماطايه واقعد اسقسق، ده طبعا وانا فارد رجلي على الكنبه وبتفرج على القناه الثالثه على كرتون الفواكه، وحاجه كانت استك الاساد ولا شاغل دماغي باي حاجه. الاطفال بقى دلوقتي اطفال ايه؟ ده اطفال وكبار بيشقوا ريقهم وبيزرقشوا الصبح بكورن فليكس. انا الكورن فليكس ده ما عرفتوش غير وانا في ثانوي. فيصحى الصبح يجيب لك طبق يحط لك فيه شويه كورن فليكس مع شويه لبن ويدلع. فانا بقى جايب تيميز شوكو بيلو 375 جرام ب 60 بول في تحدي مع ناتيز بتاع اللي انا مش هقول اسمه تاني، ده 250 جرام ب 100 بولمان. المفروض بقى ان الشوكو بيلو ده بيكون عباره عن شوكولاته كده او قطع عامله زي البسكوت جواها شوكولاته، والبتاع المستورد ده محطوط جواه بندق. بصوا هنا البتاع ده شكله قطقوط كده وتحس ان هو كيوته في نفسه. بص بقى المصري شبوحه بيلعب كاراتيه وبتاع. قال لك هنا 5 فيتامينات ومعادن، ده مش مكتوب عليه اي حاجه. تيميز بقى يسكت على كده؟ ابدا. قال لك من ورا يلا نلعب. حاطط لك بقى حاجات هنا توصلها وحاجات تلونها. احب انا تشغيل الدماغ. قال لك طريقه التحضير بتاعته للاستمتاع بوجبه تيميز اللذيذه والخفيفه الغنيه بالفيتامينات. اضف الكميه المطلوبه من الشوكو بيلو الى الحليب البارد سواء في الصيف او في الشتاء. شكرين. خليك انت في حالك انا هتصرف. قال لك بقى في بروتين وحديد وحمض الفوليك والثيامين والريبوفلافين والنياسين. كاتب لك كل حاجه من دول بتساعد في ايه. ابدا بابن بلدي. ده شكل التيميز اهو، وهيدا المستورد. طبعا الفرق في الكميه واضح جدا. دول الاول من غير لبن. تيميز حلو، بتاع مقرمشه، طعم الشوكولاته اللي فيها رايق. بس عايزين نشوف بقى في شوكولاته من جوه. في شوكولاته من جوه. نفصل. الاوروبي طعمه حلو بس حاسس بطعم اللبن اكتر. في طعم بندق بس خفيف قوي، وطعم السكر فيه اعلى. ننزل باللبن. تعالوا اوريكم الفرق في الشكل بين الاثنين. ده المستورد وده تيميز. تيميز تحسه اغمق سيكه، ده افتح منه شويتين. ننزل باللبن الساقع. لازم نبوشه، هنديله بس دقيقتين كده يبوش. كده ادينا له وقت. ندوق بقى بسم الله. ده تيميز. اللبن الساقع وداه في حته 15 خطير. نفصل. المستورد طعمه حلو بس لما اتحط عليه اللبن بقى الموضوع لبن قوي، يعني طعم اللبن باين اكتر من طعم البتاع نفسه. مسكر بزياده وباش اكتر من تيميز. يعني وحش؟ لا مش وحش، بس لو هنتكلم في الحلاوه مين اللي هيكسب في التحدي؟ الرخيص يكسب. بيقول لك ايه بقى في الاحصائيات؟ قال لك ان في ناس كتير ممكن تتفرج على فيديوهات وتكون بتحب المحتوى وبتحب اللي بيقدم المحتوى بس ناسيه تعمل فولو او سبسكرايب. الكلام ده ما حركش جواك حاجه؟ هسيبك لضميرك. تعالوا بقى ندخل على المنتج اللي بعده. هو في فرق بين انواع عسل النحل؟ يعني في فرق بين عسل الموالح وعسل البرسيم وعسل حبه البركه ولا كله عسل وخلاص؟ لا انا مش عارف، انا بس يعني لو حد يعرف يقول لي. المنتج التاني عسل النحل. عسل نحل زهره البرسيم هيرو وسعره 84 بول، ضد عسل نحل نوره البرسيم امتنان وسعره 87 بول. هتقول لي يا مانجو دول 3 جنيه. اقول لك يا باشا لو جنيه احنا يهمنا نعرف مين الاحسن والارخص. طبعا العسل من المنتجات اللي ليها استخدامات كتير قوي، احنا بنفرهده معاه. على الزبادي اوكي، على الشوفان ما يضرش. لما يكون واحد اللثه بتاعته وجعاه يقول لك حط عليها عسل، يعني وجوده في البيت شيء اساسي. نبدا التحدي. العلبتين بقى مش ازاز، بلاستيك كده شكله عامل زي علبه او ازازه الشامبو. تقلبه كده وتقوم فاتح وتقعد بقى تدوس لحد ما ينزل. ايه ده بقى؟ في بتاع بلاستيك هنا كده تقريبا لازم نشيل الغطا ده الاول. حاطين من هنا بقى بتاعه امان كده، بصراحه منطقيه. شيلها الاول وبعد كده تقوم قافل، تفتح الغطا وتنزل بالعسل. يعني بصراحه فكره التغليف دي عجباني جدا، لان انا بشقى في العسل وهو في البطرمان ولازم بقى اقوم لحسه اللحسه الاخيره دي والجو اللي انتوا فاهمينه ده. الفكره دي خطيره. هيرو هنا بقى مش عامل لك بلاستيكه من جوه ولا بتاع، حاطط لك من هنا زي ستيكر كده بيقول لك افتح هنا بدون تنقيط. هو ده اللي انا كنت لسه بقوله. برضو اخي الشركات لما تشوف المشاكل فين وتشتغل عليها بيطلعوا حاجه جميله خالص. بس يعني عايز اشيلها بقى، يعني الموضوع يبقى ابسط شويه. لا ما هو الفكره حلوه بس ضروري انها تكون بتتفتح، ومبرشمينها كمان برشمه من تحت هنا. بصراحه مأمنينها بزياده. هوب معلش هو كومنت غريب شويه، بس الكومنتات دي بيكون ليها ابعاد استراتيجيه. هو مبدئيا بس في حاجه انا ما قلتهاش، هيرو 500 جرام امتنان 450 جرام. ايه بقى الحاجه الغريبه اللي انا كنت بقولها؟ ان الفتحه اللي بينزل منها العسل في هيرو اكبر من امتنان. تقول لي ايه التفاهه دي؟ اقول لك لا مش تفاهه، ما هو معنى كده ان هيرو بيستنصح، عايزك تخلص العلبه بسرعه عشان تجيب غيرها. حركات تسويق. تعالوا شوفوا شكل الاثنين من قريب. ده امتنان وده هيرو. هيرو افتح سيكه معلقه. في ناس بتقول لك ان المفروض العسل يتاكل بمعلقه خشب والجو ده عشان مش عارف الحديد بيتا في شغل كده، يعني مش هنشغل بالنا بيه دلوقتي. هيدا امتنان. بسم الله الرحمن الرحيم. العسل مش تقيل قوي ولا خفيف قوي. والميزه اللي واضحه بالنسبه لي ان هو سكره مش عالي. مش عارف هل ده بقى بسبب ان هو زهره البرسيم ولا هو نوع امتنان ده كده. المهم ان هو عجبني. فطميه معلقه ثانيه وندوق هيرو. صراحه منتجات هيرو دي انا بحبها، احس ان الكواليتي والجوده بتاعتها نظيفه. بسم الله.
طيب هو الصراحه طعم العسل برضو حلو، اتقل من امتنان، مشكلتي معاه انه مسكر اكتر من امتنان بشويتين فيجزع معايا. خلاصه يا مانجا، هل في واحد حلو وواحد وحش؟ لا الاثنين حلوين، بس بالنسبه لي انا مين اللي هيكسب في التحدي؟ الغالي يكسب. كده النتيجه 1-1. اوديك على ايه بقى؟ لازم نعدل مزاجنا ديورنج الحلقه. انت لما بتحب تتلوزن اول الشهر لما القبض يكون لسه نازل بتعمل ايه؟ ايوه الفتره اللي انت بيجي في دماغك انك تسافر المالديف وتغير عربيتك وتشترك في النادي وتشتري شقه في زايد وكل الافكار اللي بتجيلنا اول ما بينزل القبض. انا عن نفسي في الفتره دي دماغي بتهفني على شويه قهوه بس حاجه متكلفه، فلما احب اتلوزن في الفتره دي اروح اجيب ايس كوفي. المنتج التالي ايس كوفي نسكافيه 240 مللي ب 58 جنيه، ايس كوفي ذا ميلك مان 250 مللي ب 27 جنيه ونص، يعني تقريبا نص السعر. النسكافيه ده ماليزي وراسم لك من هنا الانتنسيتي او التركيز بتاعه، في 4 حبات بن هو مالي لك منهم 3، المفروض ان التحميص بتاعه او التركيز بتاعه ميديوم او اعلى من الميديوم سي. الاثنين طبعا قهوه باللبن والاثنين فيهم سكر. ننزل كوبايتين ده ميلك مان نسكافيه، يلا نتلوزن. ده نسكافيه وده ذا ميلك مان، طبعا باين ان النسكافيه اغمق سكتين 3، ده اكيد بسبب فكره التحميص او التركيز اللي هم عاملينه على العلبه من بره. ابدا بابن بقى بسم الله. على الرايق ده. طعم القهوه عالي برضو، مش خفيفه يعني، فيها سكر بس سكرها مش قوي، وده بالنسبه لي انا حلو. نروح على النسكافيه، وفي حاجه انا شايفها في النسكافيه لازم اوريها لكم. فوق كده ظاهر حاجه بيضه، تحس ان في حاجه فصلت كده، تحس ان في نسبه ميه في الموضوع، لكن ذا ميلك مان تحسه لبن حليب حليب. هو ممكن اللبن اللي موجود هنا يكون خالي الدسم. ندوق. يميل الى الميه كتير. طعم القهوه وتحميصها حلو قوي، طعم السكر اعلى، بس فكره ان هي خفيفه قوي كده مش مكيفه. فبالنسبه لي لو عايز اتلوزن 27 ونص اوفر من 58، ففي التحدي ده الرخيص يكسب. اللي بعده هوديك بقى على حاجه جيلنا احنا الغلبان ده اتربى عليها، او مش اتربى عليها قوي يعني كان بيشربها، بس انا عندي سؤال في البدايه، هي نسكويك ولا ناسكويك؟ انت لو جبت لي 100 دماغ على دماغ انا مش هنطقها غير نسكويك. كده النتيجه كام قبل ما ندخل؟ 2-1 للمنتجات الارخص. المنتج الرابع ده بقى نسكويك فخر الكاكاو باللبن، واللي لما كبرنا شويه بداوا يقولوا عليه هوت شوكليت. ده نسكويك مصري 300 جرام وسعره 76 بولم، اما ده نسكويك برتغالي 390 جرام ب 290 بولم، فرق سعر جبار. طبعا في فرق واضح في التغليف، ان ده محطوط في علبه صفيح وده محطوط في علبه كرتون عادي، بس ده طبعا ما يبررش ال 214 جنيه الفرق اللي بين الاثنين. حطها لي في كيسه سمراء بس ما ادفعش 290 جنيه. مكتوب من ورا هنا بقى طريقه التحضير، راسم لك ان هي ينفع تتعمل سخن وبارد. لحظات بقى معايا على الانتظار، مش عارف انا دايما بصور وقت الاذان فهفصل عشان الاذان، وانت روح صلي لو لسه ما صليتش ونتقابل بعد الصلاه. رجع كنا بنتكلم على طريقه التحضير، قال لك من هنا بقى هتجيب 200 مللي لبن سواء سخن او ساقع، تحط معاه معلقتين نسكويك، انا اسف نسكويك، وتقلب يا باشا وتاخد احلى كوبايه كاكاو باللبن. طبعا جيت اقرا طريقه التحضير هنا لقيت كل الكلام اللي مكتوب عليها بالبرتغالي، طبعا اخوك في البرتغالي في السنه، فمين اللي بينجدني في الحاجات اللي زي كده؟ جوجل ترانسليت. مكتوب لك ايه بقى؟ قال لك اذا اردنا للعيش على كوكب اكثر صحه علينا ان نقوم بدورنا، لهذا السبب يتم الحصول على الكاكاو لدينا من مصادر مستدامه وقابله لاعاده التدوين. شكرين، انا عايز اعرف اعمله ازاي. قال لك اضف معلقتين صغيرتين من نسكويك الى 200 مللي من الحليب منزوع الدسم ساخنا او باردا وقلبه واستمتع بكوب من الحليب مع نسكويك. هو ده اللي انا عايز اعرفه. يبقى كده طريقه عمل الاثنين واحد، بما اننا في الصيف والجو حر فانا هعملهم بلبن ساقع من السخن. هوبا كوبايات. نفتح المصري او اللي هو انتاج فرع الشركه في مصر، هما الاثنين بينصحوا ان انت تستخدم حليب خالي الدسم، بس انا بصراحه اعمله بحليب عادي. هو ليه ريحته ما بقتش زي زمان؟ شكله ما بقاش زي زمان، بقى مرمل كده. هوريكم شكل الاثنين مع بعض بس بعد ما افتح. وريني يا عم البرتغيز. الشكل بتاع زمان موجود عادي والريحه بتاعت زمان ملمسه. بصوا بقى، الحمد لله ما اتكسرش. ده البرتغالي تحسه بودره بودره اهو، ده بقى المصري تحسه انه مرمل من جوه كده، تحسه شكله رمل. شوف الطعم. معلقه ثانيه، معلقه الثانيه. الكوبايه دي 250 مللي تقريبا، فاحنا مش هنملاها لاخرها. كده 200 مللي كده 200 مللي. نقلب جيدا. والساقع ده على فكره انا كنت بعمله في الخلاط زمان عشان اضمن ان الباودر يتضرب جامد. نقعد بقى نقلب شويه حلوين. انا زمان كنت باكل النسكويك ده بالمعلقه. قلبنا البرتغالي، قلب المصري. طبعا انا مش هحط سكر لان هو اصلا بيكون فيه سكر، انا ما بحبش ازوده يعني. اللي على الشمال المصري ولا على اليمين البرتغالي؟ يعني المصري تحسه افتح سيكه بسيطه. نبدا بالمصري بسم الله. هو نسكويك بس طعم الكاكاو قل بكتير قوي عن زمان، ما كيفنيش قوي. نفصل. برتغاز بسم الله. ده موضوع تاني. طعم الكاكاو مركز جدا، غني جدا جدا، السكر بتاعه مظبوط قوي، ففي التحدي ده الغالي يكسب. وبكده تبقى النتيجه 2-2، يعني محتاجين منتج يحسمها. وماله نحسمها ما يجراش حاجه. المنتج الاخير بقى انا مستحي ان انا اوريه لانه مش طبيعي ان انا اجربها اصلا. المنتج الخامس والاخير ميه. ازازه ميه عاديه مصريه 600 مللي ب 4 بول. ازازه ميه فواره مصريه ب 16 بول. دي 600 مللي ودي 240 مللي، رغم ان دي 4 اضعاف دي في السعر. في حاجه مهمه لازم افهمها، هو ايه موضوع ميديم اللي مكتوب على الميه ده؟ يعني ايه اشتري ازازه ميه الاقي مكتوب عليها ميديم؟ البحث والتقصي بقى عن الميه الفواره قالت لك ايه بقى؟ قالت لك ان الميه الفواره دي هي بديل عن الميه الغازيه. يعني انت لو بتحب البيبسي او بتحب السيفن او بتحب اي نوع من انواع الميه الغازيه مش عايز تشربها عشان السكر، المفروض ان البديل بتاعك هو الميه الفواره، وهي عباره عن ميه مضاف اليها ثاني اكسيد الكربون بس ما فيهاش سكر. ندوق بقى ونشوف هل في فرق جامد قوي بين الاثنين ولا لا، مين فيهم يكسب. ميه عاديه. نفتح بقى بالراحه لانها ممكن يبقى فيها صودا. فيها فعلا صودا، في شويه فوران حصلوا كده.
ده نفس صوت ال7 مثلا، كانك بتصب 7 بالظبط، نفس الفقاقيع اللي فيه. انا خايف احبها او تعجبني الصراحه. الميه العاديه طبعا ابقى راجل مزين، لو فكرت اقيمها او اوصفها باي كلمه حتى. ميه هقيم ايه؟ الميه الفواره. ايه الكدب؟ تحسه 7 بوشين، 7 مش سالك كده. انا فهمت الفكره، هو اكني بشرب 7 بالظبط بس من غير سكر تماما، مش مكيفني. هو فكره اصلا ان انا بشرب ميه غازيه بستطعمها، بستمتع بطعمها، ده جانب ان هي بتساعد على الهضم، ما اختلفناش، بس لو ملهاش طعم مش هتكيفني. انا كده ارتحت، كده انا عرفت ايه الفرق بين الميه الفواره والميه العاديه، فهمت فكره الميديم دي. ممكن يكون في ناس بتحبها او عاجبهم الفكره، او ان هم عايزين يشربوها بعد اكله تقيله كويس، لكن بالنسبه لي انا ما حبيتهاش. ففي التحدي ده الميه العاديه تكسب، وبكده وبكل سرور المنتجات الرخيصه هي اللي هتكسب. التحدي المره دي كان صعب، الاثنين كانوا عمالين ينطحوا في بعض، بس في الاخر المنتجات الرخيصه هي اللي كسبت، وده اللي انا بتمناه في كل حاجه. وبس كده. لو اي حد بقى عنده اي افكار او اي منتجات او اي حاجه رخيصه وحاجه غاليه قدامها وعايزنا نجيبها هنا ونجربها مع بعض ونقارنهم ببعض، اكتب لي ده في الكومنتات، يبعت لي على الدي ام، المهم ان هو يعرفني وخلاص. واخيرا لكل المانجو لافرز، السلام عليكم.